بدايات الكونفدرالية أو كمؤسس البديل الديمقراطي الفيدرالي والديمقراطية للشغل، أو كمندوب منتخب في اللجان الإدارية التعاطفية العامة للموظفين، أو كمناضل في صفوف اتحاد اشتراكي القوات الشعبية. اليوم كنا بصدد محطة تنظيمية جديدة اللي هي المؤتمر الإقليمي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بطنجة. هي مناسبة بالنسبة لنا أولا لوضع الفيدراليات والفيدراليين في الصورة ديال الإطار العام والمرحلي اللي كينعقد في ظله مؤتمرنا الإقليمي. أساسا أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية اللي كتجتاز بلادنا، الوضعية العامة ديال الطبقة العاملة والمطالب ديال الأجراء بهذا الخصوص. أيضا هي مناسبة للوقوف على المنجزات اللي حققتها بلادنا بقيادة جلالة الملك، مقدمتها المكتسبات يعني المتتالية اللي كتحقق الدبلوماسية الرسمية بقيادة جلالة الملك في مسار الحسم النهائي لملف القضية الوطنية ديال المغاربة. أيضا هي مناسبة بالنسبة لنا لاستنهاض الهمم ولتعبئة المناضلات والمناضلين هنا في طنجة كيف ما في مجموع التراب الوطني لتوفير مستلزمات النجاح ولتوفير مستلزمات كسب الرهانات الأساسية، وفي مقدمتها عودة الفيدرالية الديمقراطية للشغل بقوة للمشهد النقابي المغربي وتبوها مكانها الطبيعي ضمن النقابات المركزية الأكثر تمثيلية. اليوم كنا أمام موعد تنظيمي مهم جدا اللي هو المؤتمر الإقليمي بطنجة، مناسبة لتجديد الهياكل التنظيمية بهذه المدينة، ومناسبة كذلك لنعبر لكل الفيدراليات والفيدراليين بكافة القطاعات بإقليم طنجة على أنه الفيدرالية عائدة بقوة، وعلى أنه الفيدرالية تستعيد مكانتها الحقيقية التي تليق بها. كان المؤتمر كذلك مناسبة لوضع الأخوات والإخوة في الصورة ديال التنظيمية اللي كتعرفها الفيدرالية الديمقراطية للشغل، ماشي فقط في طنجة ولكن في جميع الأقاليم. كل الأخوات والإخوة يعني مستعدين بكل روح نضالية على أنهم يدخلوا الانتخابات المهنية المقبلة، وكلهم أمل وكلهم عزم على أننا سنكون في المقدمة إن شاء الله، وستستعيد الفيدرالية التمثيلية ديالها، وسنكون حاضرين في الحوار الاجتماعي رغم كل المحاولات ديال التضييق على الفيدراليات والفيدراليين في مدينة طنجة، وكل أساليب الدسيسة اللي كتنهجها مجموعة ديال الأطراف في محاولة وقف الزحف الفيدرالي. لكن تظاهرت فاتح ماي والنجاح ديالها كانت الرسالة الأولى لكل الأطراف على أنه الفيدرالية عائدة بقوة. هذا المؤتمر الإقليمي كذلك كان الرسالة الثانية على أنه الفيدرالية الديمقراطية للشغل ستتبوأ الصدارة في الانتخابات المهنية إن شاء الله بإقليم طنجة وعلى الصعيد